لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. حسم المنتخب الجزائري مواجهته ضد بوركينا فاسو بهدف لصفر ليحسم الخضر عبورهم للدور الثاني من نهائيات كأس إفريقيا. شهدت بداية المباراة بين الخيول والخضر صراعا في خط الوسط، حيث حاول كل طرف السيطرة عليه من أجل خلق أكبر عدد من فرص للتسجيل. المنتخب الجزائري ضغط بكل قوة محاولا الاختراق من الوسط عبر الأطراف قبل أن يستفيد من ضربة جزاء في الدقيقة 23 سجل منها رياض محرز معلنا عن تقدم الخضر، قبل أن يحاول أبناء بوركينا فاسو الرد بقوة واختبار الحارس زيدان الذي كان مدعوما من الثنائي ماندي وبن سبعيني ومعهما حجام وأيس النوري. الشوط الأول في مجمله عرفها منافسة واندفاعا كبيرا لبوركينا فاسو الذي لم تجد طريقها للشباك، عكس المنتخب الجزائري الذي اعتمد على تحركات مازو عمورة الذي أربك حسابات ضايو في أكثر من محاولة قبل أن ينتهي الفصل الأول بتقدم الخضر. ومع انطلاق الشوط الثاني ضغط المنتخب الجزائري بكل قوة ونزل بثقله أمام مرمى المنتخب البوركينابي الذي تحمل اندفاع منافس الذي ملأ مختلف المساحات، ما صعب من مأمورية الخيول التي لم تجد أي حلول لإرباك الخصم. بعد توالي دقائق المباراة ظهرت الأفضلية الجزائر واضحة من خلال كثرة الفرص التي أتيحت أمام الخضر التي لم يتم استغلالها بشكل جيد. ومع قرب نهاية المباراة ظلت الجزائر تستحوذ على اللقاء لغاية إدراك الانتصار الذي مهد للخضر الطريق التأهل للدور الثاني من منافسة كأس أمم إفريقيا بالمملكة المغربية.